مش هتحتاجي تشتريه من بره، قرمشة ولون وأطعم وأحلى وأنضف وكل حاجة حلوة وأرخص. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ولا الساندوتش ده بسم الله وما شاء الله. يلا نبتدي كده، نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا الفراخ، جبنا الفراخ بتاعتنا. اللي عرف ان احنا هنبتدي نعمل ايه دلوقتي يكتب لنا في التعليقات، يبقى شاطر جدا. بس هو باين اصلا من شكله الجميل، بسم الله ما شاء الله. طيب عندنا هنا بقى صدر فرخة، يعني حسب الكمية اللي انت عايزة. يعني هنا عملت كمية كويسة، حطيت على الكيلو حطيت حوالي 4 معالق من فيجيتار الناعم. الفيجيتار بيتباع عند العطار بتاع كنتاكي عادي. عليهم معلقة من النشا ومعلقة من البيكنج باودر. تمام، قلبتهم بقى كويس كده، وابدأ احط في الكبة اضرب كويس وانعمها كويس جدا بالشكل ده. هضيف بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبابريكا، ما كترش البابريكا علشان اللون، وتوم باودر وبصل باودر، وكمان شوية كده من الحبهان والورق اللورا الناعم، بس مش كتير برضو. انا مش عايزة طعم التوابل يطغى على طعم الفراخ. عندي بقى هنا ده اسمه الفيجيتار الخشن ده اسمه كريسبي، بيتباع عند العطار، بيتباع بالكيلو ورخيص جدا. يعني انا جايبه الكيلو ب50 جنيه، بسم الله ما شاء الله يعني. وببدأ اطحنه شوية كده، بيكون حلو جدا. اللي حب يعني يكون خشن يخليه زي ما هو، بس انا بحب يعني ادقه شويه، يا اما يدق شويه كده، يا اما يتضرب في الكبه شويه ينعم شويه كده. تمام، بدات اشكل بقى الحبات بتاعتي. طبق بقى فيه ميه كده جنبي، وهبدا اشكل الوحدات بتاعت الناجتس. تمام، بدأنا نعمل الناجتس بالشكل ده. هشكله بقى زي ما انا عايزه، شكل مثلث، دوريات، مربعات. في طريقة بقى سهلة كمان، ان احنا بندهن صينية بالزيت، او بنحط كيس ومدهون زيت، وبنبدأ نفرد في الصينية الكمية كلها، واخلي السمك يعني كويس حوالي يعني سنتي كده، وببدأ احطه في التلاجة. ولما يجمد شوية معايا ببدأ اقطعه مربعات بالسكينة، بتقطع بسهولة جدا. وهشكله وهعمله بالشكل ده في المية، وبعدين في الكريسبي. تمام، بدأت ان انا احط في المية، هتبل بالمية كده، يعني اديها كده بالمية، وابدأ ايه عشان الكريسبي يعني يلزق فيها. هعمل بقى كمية كده، حطيت في العلبة. هبدأ احط كيس فاصل لان انا هحطه في الفريزر، وهعمل كمية هنقليها دلوقتي. لو انا هحطه في الفريزر هبدأ احط فاصل من البلاستيك، وهبدأ ارص فوق بعض كده عشان بعد كده ما يلزقش في بعضه، ما اعرفش اطلعه، لا بيطلع كده بكل سهولة. تمام. دي العلبة دي هتتحط في الفريزر، اطلعها يعني وقت الاستخدام. عملت بقى كمية تانية، الزيت على النار بالشكل ده، وبدأت ان انا يعني اقليه على نار يعني متوسطة. طلع بقى معايا مقرمش كده، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. نفتحه بقى ونشوفه من جوه عامل ازاي، مستوي ولونه ابيض وجميل وطعمه حلو، حاجة كده وصفة من الاخر. نعمله بقى لولادنا في الساندوتش، للمدرسة، للبيت، للعشاء، للغدا. وبسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ما تنسوناش بتعليقاتكم